بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا فيديو المشتريات الشهري اللي انا متعودة بعمله معاكم كل شهر. هنشوف مع بعض انا وفرت في ايه الشهر ده علشان اجيب حاجات تانية انا كنت محتاجاها. يعني انا في حاجات وفرتها جدا الشهر ده او ما جبتهاش او اقتصدت فيها علشان اجيب حاجات تانية. اول الحاجات التانية دي اللي انا محتاجاها جدا واللي انا بستخدمها كتير وبالنسبة لي سعرها غالي وبحب ان هي تكون موجودة في البيت. الجبنة اللي هي الجبنة القديمة، او اللي هي الجبن الصفايح دي اللي بيبقى الملح بتاعها عالي. احنا بنحبها جدا وبنستخدمها كتير. هي موجودة تقدر تجيبيها سايبة، بس الكيلو ب180 جنيه. أنا باجيب العلبة اللي هي دي ال5 كيلو، بتصفي لي تقريبا حوالي 3 كيلو ونص. تمام. فبتبقى بالنسبة لي أوفر كتير. يعني أنا جايبة العلبة على بعضيها الصفيحة دي كانت ب420. هي ممكن تكون في مكان تاني 430 أو 425، بس أنا جايباها ب420. سعرها حلو جدا مقارنة بإنك لما تروحي تجيبي من بره الفرد. وبعدين أنا مش بحب أجيب بالكيلو منها أو كده. أنا برتاح أكتر إن أنا بخلي الصفيحة عندي في البيت، لأن كل ما بتقعد أكتر كل ما بتقدم أكتر وبيبقى طعمها أحلى. تمام. فأنا باستخدمها برضه، باعمل بيها معجنات معاكم على القناة، باحشي بيها باتيه، باعمل بيها ساندوتشات من اللي هي الموفرة. المهم إن هي بتنفعني جدًا وعند الولاد بيحبوها. جبت فأنا جبتها وبعد شوية هاقول لكم أنا وفّرت في إيه، وإيه الحاجات اللي أنا ما جبتهاش والحاجات اللي أنا وفّرت فيها عشان أقدر أجيب العلبة دي. وفي حاجات كمان تانية جبتها أو هاوريها لكم دلوقتي. برضه كانت من ضمن يعني من الحاجات اللي هي مع الجبنة، اللي أنا ما كنتش عارفة إن أجيبها إلا لمّا أوفّر تمنها. تمام كده، فاهمين قصدي؟ يعني مثلًا أنا عاملة رينج مثلًا للبقالة، المفروض إن أنا ما أعدّيش عليه علشان ما أأثّرش على ميزانية البيت. ف طَب أنا الحاجات اللي أنا هاجيبها دي هتأثّر طبعًا وهتبقى أغلى من الميزانية أو الرينج اللي أنا حاطاه للبقالة. فهاعمل إيه، لازم أوفّر في حاجات تانية أقتصد فيها أو ما أجيبهاش وتكون عندي متوفّرة من الشهور اللي فاتت أو أكون مجمّعاها علشان أقدر أجيب الحاجات دي. الفيديو جري منّي وأنا بارغي معاكم وما قُلتلكوش على بقية الحاجات. جبت 2 جبنة عبور لاند، المفروض إن أنا باجيب 3 مثلًا. قُلت مش مشكلة بما إن في جبنة قديمة، كفاية 2 الشهر ده ونوفّر تمن العلبة التالتة أو أو الاتنين اللي باقيين. فجبت 2 كفاية، العلبة كانت ب40 جنيه. جبت 3 كيلو سكر، كنت كمان محتاجة كمان كيلو مع الاتنين بتوع التموين. قُلت خلاص مش مشكلة برضه، هنطنّش على الكيلو. السكر كان الكيلو الكامل ب35 جنيه، اللي هو ال900 جرام كان ب32 ونص أو 33. جِبت كمان الدقيق، جِبت 3 كيلو دقيق، الكيلو كان عامل 20 جنيه. أنا باحتاجه كتير في المعجنات طبعًا وفي الكيكات، وإحنا في الشتا وبنحتاج إن إحنا نعمل قُرَص وباتيه ومولتو وحاجات حلوة كتير. ف هم 3 كيلو مش هيبقى كتير. ممكن لو احتجت في آخر الشهر مثلًا كيلو والّا حاجة ممكن أجيبه، لإن أنا عارفة إن هم مش كتير، وخصوصًا إن في قرنبيط برضه وفي استخدامات تانية. ف3 كيلو ممكن ما يكفّوش، بس هنشوف برضه، يعني ممكن نحاول نمشّي بيهم. جِبت كمان فول حصى ومدشوش، لإن أنتم عارفين إني باعمل العجينة بتاعة الطعمية في البيت وبادمّس الفول في البيت. الفول الحصى البلدي النضيف كان ب40 جنيه، وبرضه الفول المدشوش كان ب40. في فول حصى أقل من ده وأرخص كمان في السعر، بس الحباية بتاعته صغيّرة وأغمق شوية، إنّما أنا جايبة البلدي الحلو ب40 جنيه والمدشوش ب40 جنيه. وجبت كيلو من الفاصوليا ب75 جنيه. بصوا بقى انتوا هتلاحظوا معايا ان كل الحاجات اللي انا جايباها الشهر ده كلها حاجات جايباها بالوزن. يعني شوفي اي حد يكون عندك بتاع علافة او بيبيع الحاجات بالميزان علشان يديها لك كيلو كامل وتكون الاسعار بتاعتها تكون كويسة. فانا الشهر ده كل الحاجات بتاعتي مش جايباها معبأة او مغلفة، انا معظمها جايباها بالوزن. حتى المكرونات انا جايبة المكرونات الشهر ده بالوزن عشان آخد الكمية الكيلو كامل. جايبة اللي هي المكرونة الصغيرة بتاعة السلق والتحمير، وجايبة شعرية، وجايبة مكرونة قلم. دول كلهم كانوا بالميزان، كان الكيلو عامل 24 جنيه.
طيب أنا ما لقيتش سباكيتي مكرونة سباكيتي بالوزن، فجِبت اللي هو كيس واحد بس المُعبّأ العادي، لإن أنا ما لقيتش منّه سايب. كان هيطلع معايا يعني دلوقتي، بس أنا عشان ما يتوهش منّي في المكرونات. جِبت كمان بُصّوا، أنا جايبة المكرونة اللي هي الصغيّرة دي، ممكن تقولي إن هي قليّلة، هي بالنسبة للشهر كيلو واحد بس ل5 أفراد قليّل طبعًا، بس أنا كان عندي كيس 350 جرام من الشهر اللي فات، يعني باقي، فهاستخدمه، تمام كده. ده كيس المكرونة اللي أنا قُلت لكم عليه، اللي أنا جِبته، هو ده بس اللي أنا جايباه يعني مُغلّف، علشان ما لقيتش منّه بالوزن، وده كان ب10 جنيه، علشان لو حبّيت مثلًا أعمل مرّة كشري مصري أو حاجة. دورة الفشار اللي أنا حطّيته ده كان نُص كيلو ب25 جنيه، أنا مش ما ينفعش إن أنا أستغنى عنّه، لإن باعمل للأولاد من وقت للتاني كده وهُم قاعدين شوية فشار يقعدوا يتسلّوا عليهم. طيب دي تاني حاجة من الحاجات اللي أنا سعرها غالي برضه، وكنت عايزة أجيب منها كمية لإني باستخدمها كتير جدًا في البيت ومعاكم على القناة، اللي هو إيه، الفول الصويا. الفول الصويا سعره كان 72 جنيه الكيلو، أنا جايباه كيلو كامل، لإن أنا باستخدمه كتير، باستخدم في البرجر، باستخدم في الحاجات اللي أنا باطلّعها معاكم على القناة، فباستخدمه. وهو على فكرة الكيلو بُصّي كميته كبيرة، يعني الكيس كبير وهو بيوزن لإنه خفيف جدًا، فالكمية بتاعته هتبقى كبيرة، يعني أنتِ ممكن بالنسبة لِك تجيبي نُص كيلو، ممكن تجيبي ربع كيلو، بس أنا باقول لِك إن أنا باستخدمه كتير وبيطلع معايا بما إن عشان القناة فباستخدمه كتير. جِبت كمان الكريسبي بتاع الفراخ أو خلطة الفراخ المقرمشة، لإني برضه باستخدمها كتير. دي كانت الكيلو ب60 جنيه. هي خشنة، أنتِ بتدّيها طحنة كده على الكَبّة أو المطحنة بتاعة الخلاط عشان تنعّميها شوية، عشان ما تبقاش ناشفة وقاسية معاكِ وأنتِ بتشتغلي وتلزق معاكِ على الحاجات اللي أنتِ بتعمليها. باستخدمها في زي ما عملتها معاكم في الفيديوهات اللي فاتت، في صوابع الدجاج المقرمشة. ممكن تعملي منها البطاطس برضه، هاعملها معاكم طريقة البطاطس المقرمشة. ممكن تعملي منها في تتبيلات البانيه. بُصّي، هي استخداماتها كتيرة جدًا، ناجتس، كوكي أطياب، كل الحاجات دي. المهم أنا برضه جِبت منها كيلو. طبعًا الفول الصويا والكريسبي والحاجات اللي أنتم لسه هتشوفوها معايا دلوقتي، كميتها بالنسبة للكيلو كبيرة، فأنتِ مش هتستخدميها وتخلّصيها كلّها الشهر ده، اللي هيتبقى منها كالعادة هنخلّيه وهنشيله للشهر اللي جاي، بحيث إن إحنا الشهر اللي جاي نجيب منه تكملة، نُص كيلو، ربع كيلو، على حسب الكمية اللي هتتبقى هنجيب عليها كمالة. جِبت كمان الفيجيتار والبقسماط الناعم أو البقسماط المطحون، الاتنين السعر بتاعهم واحد ب36 جنيه أو 37 جنيه تقريبًا، تمام كده. ده باحطه برضه على الحاجات اللي أنا بازوّد بيها الكمية، وده باستخدمه، يعني ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات. والفيجيتار أنا جايباه سادة من غير مش حار يعني ولا أي حاجة، وبيوفّر معايا كتير لمّا باحطه على الناجتس، باحطه في الكفتة، باحطه للحاجات اللي أنا عملتها معاكم ولسه باعملها معاكم على القناة. فبالنسبة لي الحاجات دي كانت مهمة جدًا وكان لازم أوفّر ليها في الميزانية بتاعة الفلوس، زيها زي علبة الجبنة، تمام. لإن برضه الأسعار بتاعتها مش هنقول إن هي قليلة، أسعارها برضه تعتبر بالنسبة لضغط الميزانية كبير. جِبت كمان نُص من سميد البسبوسة، أنا جايباه سايب، ما عليهوش أي إضافات. يعني سايب وسادة مش عليه أي إضافات. كان الكيلو كان عامل 36 جنيه، أنا جايبة نُص ب18 جنيه، لإن هاعمل معاكم حاجة حلوة على القناة إن شاء الله وهاحتاج فيها البسبوسة، بس مش محتاجة فيها بسبوسة عليها أي إضافات. اللي يعني الوصفة اللي أنا هاعملها معاكم هتبقى بسبوسة من غير مش محتاجة عليها إضافات، فما حبيتش إن أنا أجيب الأكياس فجِبت السايبة. جِبت كمان ده البُن، أنا باحب دايمًا أجيب البُن السادة الفاتح، برضه باجيبه بالوزن زي ما أنا وريتكم قبل كده، وزي ما أنا قُلت لكم بتوفّر معايا كتير. يعني بُصّي الكمية كبيرة وحلوة جدًا، دي بالنسبة لي بتملى لي البرطمان، يعني أنا باملا بيها البرطمان دي ب50 جنيه، يعني أنا باقول له عايزة ب50 جنيه بُن سادة فاتح، بيدّيني كمية حلوة جدًا، بتملى معايا البرطمان بيكفّيني الشهر كلّه. على فكرة
بيبقى متبقي كمان شوية في الكيس، يعني باملى البرطمان وبيتبقى كمان شوية في الكيس، يعني بيبقى حلو جدا. وبعدين انا عارفة المكان اللي انا بجيب منه، يعني بيبقى البن بتاعه نضيف ومضمون. انا قلت لكم اكتر من مرة ان انا بجيب من مكان مضمون. عارفة المكان اللي انت بتجيبي منه كويس، هاتي منه كل الحاجات بتاعتك وانت مغمضة. مش مرتاحة للمكان ده، اسألي على مكان يكون فيه الحاجات متوفرة نضيفة وكويسة واسعارها كويسة وهاتي منه. يعني ممكن تتعبي شوية في السؤال بس توصلي لإنك تجيبي الحاجة النضيفة الكويسة واللي في نفس الوقت توفر معاكي. جبت كمان ربع شاي، أنا جبت شاي العروسة، ده كان ب55 جنيه. كان عندي في البرطمان، كان عندي نص البرطمان، بس ما كانش ينفع ان انا مثلا، انا معرفش إن الشهر هيخلص يعني هيمشي هيخلص بنص برطمان ولا لا، فجبت الربع ده. والله استخدمته اهلا وسهلا، ما استخدمتوش يبقى هيبقى للشهر الجاي وما اجيبش الشهر الجاي. خدت مثلا نص واتبقى نص، يعني على حسب كده اشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. احنا عارفين الشتاء وعارفين بنحتاج فيها ايه، مشروبات سخنة وحاجات سخنة كتير. جبت كمان 3 أزايز من الزيت ده اللي هي شطارة، الإزازة لتر كامل كانت عاملة 65 جنيه. أنا جبت 3 وليا 2 في التموين، مع ال2 كيلو سكر يبقى ايه، هيبقوا 5 أزايز. يعني إن شاء الله نحاول إن احنا نمشي بيهم الدنيا على قد ما نقدر. اللي أنا شلته ده كان قرنفل، احنا بنحب نستخدم القرنفل ساعات، بيبقى نحطه على الشاي يدي طعم للشاي. ساعات اللي بيبقى دروسنا يعني الحمد لله عندنا في مشاكل في الدروس كتير قوي، فلما بتبقى القلم بتاعها بيشتغل كده بنبقى نستخدم القرنفل بيهدي معانا الدنيا. دول القرنفل دول كانوا ب10 جنيه. وجبت حلاوة طحينية، دول كانوا أنا مش عارفة كان الكيلو بكام بصراحة، بس أنا قلت له عايزة ب40 جنيه، اداني الحلاوة دي وزنها لي وحطها لي في العلبة دي يعني. قلت حاجة مع السندوتشات، تغيير، مش كل يوم جبن وكده، مرة حلاوة مرة جبنة، يعني تغيير. جبت كمان انا ما جبتش بهارات ولا توابل الشهر ده خالص، يعتبر من عندي بتاع التوابل او العطارة ما جبتش غير البابريكا، دي كانت ب20 جنيه بابريكا لاني بستخدمها كتير، والقرنفل بس. ما جبتش اي حاجة عطارة. البابريكا استخداماتها معايا كتير، بحطها للكفتة، بحطها في البرجر، بحطها مع العصاج، بغمق بيها لون الصلصة لما بتكون فاتحة. بصراحة ما فيش عنها بالنسبة لي غنى، بتبقى مهمة بالنسبة لي جدا. جبت كمان ب10 جنيه أكياس، قلت له عايزة تشكل لي كده مجموعة من الأكياس، عايزة أكياس شنط، بحيث إن أنا مثلا لو هخزن فيها فراخ مثلا، أو قرنبيط أو خضار. الأيام دي أنا قلت لكم إن احنا هنبدأ نفرز في الخضروات اللي هتطلع بتاعة الشتاء، فاحتاج فيها الأكياس دي. والأكياس التانية بتاعة التخزين اللي هي البيضة دي العادية، أحط فيها لبن، أحط فيها فول، أحط فيها عجينة الطعمية، برضه ما فيش عنها غنى. المهم ان انا قلت له يوزن لي ب10 جنيه، وهو زن لي الشوية دول. على فكرة كمية كبيرة، يعني كمية حلوة جدا وهتكفيني، مش هحتاج يعني ان انا اجيب معاها. جبت كمان الكاكاو الخام. الكاكاو الخام انا يعني بسبب ان هو طعمه حلو والمكان اللي انا بجيب منه كاكاو حلو، مش بيمرر ولا حاجة، ما بقيتش باجيب اللي هو العلب. لو هاعمل hot chocolate، هاعمل كاكاو بلبن للولاد، هاعمل كيك، باعمل كيكة شوكولاتة، باعمل بسكوتات، أي حاجة فيها كاكاو باحط منه بيبقى حلو جدًا وطعمه حلو في المعجنات، فخلاص بقيت باجيب منه على طول. دول كانوا ب50 جنيه، كميتهم حلوة جدًا. جبت كمان الفانيليا، أنا جبت 4، كان عندي إزازة صغيرة فيها شوية، فقُلت خلاص أنا يعني إيه، أنا عارفة إن أنا باستخدم الفانيليا كتير، فجِبت 4 وجِبت الواحد كان بجنيه، وجِبت 3 بيكنج باودر، الواحد برضه كان ب4 جنيه، وجِبت 2 خميرة، الواحد ب4 جنيه. طيب، يعني أنا الحاجات الخميرة والفانيليا والبيكنج باودر دول أنا باجيبهم آخر حاجة خالص، يعني أنا خالص باحاسب باشوف الحساب بتاعي إيه، وباشوف الفلوس اللي بتتبقى في الآخر. المبلغ اللي بيتبقى في الآخر باقسّمه على الفانيليا والبيكنج باودر والخميرة، يعني دي بتبقى الحاجة اللي في الآخر اللي أنا باجيبها بعد ما باخلّص الفلوس بتاعة المشتريات، خلاص آخر مبلغ بيتبقى باجيب بيه الحاجات اللي هي التكميلية دي. طيب دي الحاجات اللي أنا جبتها الشهر ده، ناقصة طبعًا حاجات كتير، يعني اللي هيبُص معايا هيقول لي ده ناقصة حاجات كتير.
انا هقول لك بقى على اللي ناقص، اللي انا كان المفروض اجيبه وما جبتوش، ما نسيتوش، ما جبتوش. ليه؟ لان موجود عندي منه اللي يمشيني الشهر. وفي حاجات استغنيت عنها بحيث ان انا مثلا ايه، او اقتصدت فيها، يعني قللت الكمية بتاعتها زي ما قلت لكم في الجبنة، زي السكر، زي المكرونات دي، قللت في الكميات بتاعتها واحاول ان انا امشي الدنيا باللي موجود، علشان جبت الحاجات التانية اللي انا قلت لكم عليها. ايه الحاجات اللي انا ما جبتهاش واستغنيت عنها؟ ما جبتش نشا. كان عندي، انا عندي حاليا البرطمان بتاع النشا فيه كمية كويسة ان شاء الله هتمشيني الشهر، مش هحتاج نشا. يعني كنت هجيب ب20 جنيه نشا. ما جبتش خل، برضو عندي ازازة الخل فيها كمية تمشيني. قولي 10 جنيه كمان خل. ما جبتش القمح بتاع البليلة، انا متعودة معاكم ان انا بجيبه باستمرار، بس ما جبتوش الشهر ده، كان هيبقى عامل حوالي 23 جنيه او 25 جنيه. طب انا ما جبتوش ليه؟ لان انا عندي في الفريزر كام كيس كده بالليلة من اللي انا كنت عاملاهم الشهر اللي فات، فلسه ما استخدمتهمش، فقلت خلاص هخليهم ونستخدمهم الشهر ده، ومش محتاجة ان انا اجيب بليلة. ما جبتش بهارات، لان انا عندي معظم البهارات باقية معايا من الشهور اللي فاتت، لما كل شهر كنت بجيب حاجة بحاجة، فمش محتاجة ان انا اجيب بهارات. كنت ببقى عاملة لها رينج من 30 ل50 جنيه، او ممكن توصل ل70، يعني على حسب الظروف، او على حسب اللي انا حاجة اللي انا محتاجاها. ما جبتش كمان مناديل مطبخ. عندي 4 بكرات مناديل مطبخ هتشوفوهم معايا دلوقتي. دول باقيين من الشهور اللي فاتت، كل شهر تتبقى حاجة على حاجة، لغاية لما اتجمع 4 بكرات. قلت خلاص مش مشكلة، مش هجيب مناديل مطبخ. دي كانت بتبقى برضو بحوالي 48 جنيه، يعني قولي 50 جنيه. ما جبتش المسحوق، انا بجيب كل شهر كيس المسحوق الاوكسي، بيبقى عامل 100 أو 105، برضو ما جبتوش الشهر ده. عندي العلبة اللي أنا ببقى حاطة فيها المسحوق بتاعي، عندي فيها كمية كويسة، إن شاء الله هحاول إن أنا أمشي بيها الشهر. ما جبتش كلور. أنا عامة كنت جايبة الشهر اللي فات كلور سايب، فكان عندي منه كمية كويسة، ما احتجتش إن أنا هجيب. وكان الشهر اللي قبله كنت جايبة إزازة الكلور كانت ب17 جنيه، وكيس الأوكس اللي أنا وفرت تمنه كان عامل 100 جنيه. ما جبتش رز بسمتي. الكيلو بتاع الرز البسمتي بيبقى عامل 90 جنيه، انا مش بجيب الكيلو، يعني ساعات اجيب الكيلو يكفيني شهرين، وساعات بجيب نص كيلو، يعني على حسب الامكانية. برضو ما جبتوش الشهر ده. عندي حوالي يعني اكتر من ربع كيلو بشوية، يعني ايه، قلت مش مشكلة، لو حبيت ان انا اعمله هعمله هيكفيني. ما حبيتش خلاص، لو انا حسيت انه مش هيكفي مثلا او اضغط على نفسي، خلاص مش لازم، وامشي بالرز البلدي العادي. ما جبتش معطر جو، لان لسه عندي الازازه بتاعه المعطر لسه فيها شويه، هي برضو هيمشوا معايا الشهر. ما جبتش بيرسول، لان احنا خلاص في الشتاء، يعني ما فيش دبان ولا حشرات الايام دي كتير. وبما اني بضلم الشقه بعد ما انضف وكده، ما بيبقاش فيها حشرات ولا دبان. ما جبتش ترمس، ما جبتش، يعني استغنيت عنه الشهر ده. كنت هجيب كيلو ب40 جنيه، برضو ما جبتوش. ما جبتش حمص، الحمص برضو ببقى اجيب نص كيلو ب30 جنيه، برضو ما جبتوش. ما جبتش عدس، لان عندي حوالي يعني اكتر من نص كيلو بشوية، يعني كنت هجيب مثلا لو على الاقل نص كيلو كان يبقى عامل 25 جنيه. المهم ان كل الحاجات دي كانت هتوصل معايا لحوالي 500 جنيه. يعني الحاجات اللي انا وفرتها دي كلها كانت هتعمل معايا حوالي 500 جنيه. لما تيجي تحسبيها كده هتلاقيها ان هي الرينج بتاعها كانت 500 جنيه. جبت منها ايه انا بقى ال 500 جنيه دي؟ جبت منها علبة الجبنة الكبيرة اللي ب420، وكملت بيها اللي هو على الفول الصويا والكريسبي بتاع الفراخ والحاجات دي اللي انا جايبة منها الكيلوات. تمام. طيب انا ايه اللي انا معاكوا دلوقتي، اللي انا بوريه لكم ده، دي المناديل بتاعه المطبخ اللي انا كنت موفراها، قلت لكم من الشهور اللي فاتت. دول 4 بكرات هيمشوني ان شاء الله الشهر ده. وجبت كمان اللي هي المناديل، طبعا دي المناديل السحب دي هي اللي مفيش عنها غنى بصراحة. جبت منها لفة كانت ب65 جنيه، جبت العرض على بعضه ب65، لان بحتاجها وبستخدمها كتير. جبت كمان الصابون اللي بريحة ده، دول كانوا الأربعة ب60 جنيه، يعني الاتنين، هي كل ربطة فيها اتنين، الاتنين كانوا ب30 جنيه، أنا جبت 4 ب60 جنيه. وكان عندي واحدة من باقية من الشهر اللي فات، وأصلا أنا ما كنتش، يعني اللي كان عندي الشهر اللي فات كان متوفر من الشهور اللي قبل كده. تمام كده، فيعني كانت عندي واحدة لسه مطلعاها حطاها على الحوض دلوقتي،
وال4 دول وأنا باصور لكم، يعني لسه مش هاستخدمهم دلوقتي، بعد اللي أنا لسه مطلعاها ما دلوقتي ما تخلص. جبت كمان الصابون الأبيض ده الاتنين، الواحدة كانت ب10 جنيه. أنا باستخدمه ساعات لما بيكون في بقعة في الهدوم ولا حاجة بتاعة الأولاد أو الهدوم البيضة، بابقى أعمل يعني أرغي عليها كده بالصابونة وبادعكها بتنضف وبتبقى حلوة جدًا. جبت كمان الصابون الأبيض ده كانت الواحدة ب10 جنيه، يعني الاتنين ب20. جبت الشاور الجيركن ده كان ب60 أو ب70، لأ ب70، علشان كنت برضه الشاور عندي كان بيشطّب خلاص، ما كانش يعني إيه، هينفع إن أنا أطنّش أو أستغنى عنه بصراحة. جِبت البريل بتاع المواعين، أنا جايباه من الراجل اللي بيعدّي برضه علشان أوفّر، ولا جايبة فيبة ولا جايبة الحاجات اللي هي الغالية، لأ أنا جِبته من الراجل اللي بيعدّي دول. كام كيلو، دول دي 2.5 ودي 1.5، يعني دول 4 لتر. وكانت عندي الإزازة اللي على الحوض كانت فيها يعني قولي مثلًا حوالي نُص لتر تقريبًا، فإن شاء الله يعني هامشّي بيهم الشهر. البريل فيه أسعاره بتبدأ من 7 ل10، في 7 وفي 8 وفي 10. أنتِ بقى خلّيه يملا لِك الإزازة من اللي أنتِ عايزاها، دي الحاجات اللي أنتِ عايزة توفّري فيها، يعني أنتِ لو عايزة تشتري البريل والكلور والديتول والفينيك والحاجات دي من الراجل بتاع المعطر اللي بيعدّي، بتبقى بالنسبة لِك أوفر، بتوفّر معاكِ كتير في الفلوس وفي الميزانية. حابة إن أنتِ تجيبي من اللي عند السوبر ماركت وإمكانياتِك تسمح، خلاص براحتك ما فيش مشكلة. بس أنا باقول لِك علشان أنا الشهر ده كنت بالِم جدًا، جدًا وباقتصد في كل الحاجات اللي أنا جايباها، وعايزة أقول لِك إن إحنا على طول يعني نادرًا لمّا باجيب بصراحة الفيبة والحاجات الغالية اللي هي إيه، اللي أنا باجيبها معبأة جاهزة دي، إنما أنا غالبًا بصراحة باجيب من الراجل اللي بيعدّي وبتبقى حاجته حلوة جدًا وباستخدمها يعني. هو بيقول لي في أنواع عليها جليسرين علشان ما تنشّفش إيديكِ وإحنا مثلًا في الشتا، وفي أنواع عادية، وأنتِ براحتك بتختاري النوعية اللي أنتِ عايزاها وكل واحد على حسب إمكانيته. يعني لو أنتِ عندِك إمكانية إن أنتِ تجيبي مثلًا الأغلى براحتك، بس أنا باقول لِك إن أنا حاولت الشهر ده إن أنا أوفّر اللي أقدر عليه، عشان أجيب الحاجات اللي أنا كنت محتاجاها، ومش عايزة أضغط على نفسي في الميزانية. دي كانت مشتريات الشهر ده، يا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها بأي فكرة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، لو أنتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.